ازيكم يا اعدادي يا فيرست بريب يا حلوين، يا رب تكونوا بخير وكله يكون تمام. النهارده يا جماعه المحاضره الثالثه بتاعتنا، وهنبدا ان شاء الله يونت 2. خلي بالكم يا شباب، الموضوع مش ان احنا نشتغل وخلاص كتير، وان انا ادي لك يونت في مره واقول لك انا كده شرحت لك اليونت وانت بقى عليك انت تذاكر او لا او الكلام ده. انا ما بشتغلش اعدادي علشان الكلام ده، انا بشتغل اعدادي. انا نزلت من ثانوي بشتغل معاك اعدادي علشان اسسك، علشان انا شايفه قد ايه الطلاب في ثانوي بيعانوا بسبب التأسيس، وشايفه قد ايه ان في ظلم في دراسه الانجليزي عندنا في مجتمعنا. فانا بحاول ان انا اعمل حاجه ايجابيه وان انا ابدا اغير الموضوع ده. فالهدف من الفيديوهات دي تتأسس، تبقى قوي في الانجليش، تبقى شاطر جدا جدا في المنهج وسهل عليك، وما يبقاش عندك المشاكل اللي بتقابلوها زي ان انا بحفظ وبنسى، انا مش بعرف اذاكر، زي انا مش فاهم، زي انا حافظ بس بنسى بسرعة، زي انا ببقى شاطر بس ما بعرفش احل. كل المشاكل دي هنحلها عشان احنا عايزين لغة accent reading listening، وعايزين في نفس الوقت يبقى عندنا الفول مارك، نجيب الفول مارك، نجيب المنهج الجديد ده في شوية ما يبقاش صعب علينا. فاليونت بتتاخد على محاضرتين بالراحه كده وبهدوء. حلو. طيب نيجي بقى دلوقتي للمحاضره بتاعتنا، هناخد فيها ايه؟ هناخد فيها يا حبيبي طبعا يونت 2، الوحده الثانيه بتاعتنا هناخد lesson 1 and 2 vocab، الدرس الاول والثاني في الكلمات، وهناخد الجرامر بتاع اليونت بتاعتنا. تمام، هناخد الجرامر بتاعنا. الجرامر ده عباره عن درسين النهارده، درس اسمه الموديل اوف ابيليتي، القدره، كان وكانت، بنعبر عن ability يعني القدرة، وهنتعلم ازاي نعبر عن القدرة، ان انا بقدر اعمل حاجة وانا ما بقدرش. تمام، وطبعا هديك تراكس وحاجات اصعب شوية من المنهج عشان احنا بنتعلم لغة، فاحنا عايزين نبقى شاطرين، عايزين نبقى الاسئلة اللي كل المدرسين بيجيبوها صعبة عشان يبين مين متفوق انا اعرف اجاوب عليها. انا اتفرجت على الفيديو بتاع ميس مان. طيب، وكمان عندنا حاجة اسمها present continuous المضارع، زمن أزمنة المضارع المستمر، البريزنت كونتينيوس له اسم تاني. تمام، نبدأ دلوقتي بالجرامر وبعدين ندخل على الفوكاب ونحل على الجرامر ونحل على الفوكاب، وكله في الروقان كده، كله في التمام. وخلي بالكم يا جماعة، المنهج الجديد فيه فوكابيولاري كتير، كلماته كتيرة قوي. لو حد حاول يحفظ اليونت مرة واحدة، يقعد يفتح كده اليونت يلا بقى بحفظ كلمات يونت 2، مش هيحفظ حاجه، مش هيحفظ وينسى، مش هيثبت، هيتبخر، يحس نفسه مش فاهم حاجه. ده اللي هيحصل. الصح ان انا بذاكر اليونت على كذا مره، باخدها على كذا مره عشان الموضوع يبقى على الهادي ويثبت معايا، مبقاش كتير وخلاص وكروته. تمام. طيب بصوا بقى يا شباب، دلوقتي هنبدا الجرامر. عندنا البريزنت سمبل، present continuous أو له اسم تاني present progressive، present continuous أو present progressive، المضارع المستمر، مضارع مستمر. أي حاجة فيها كلمة مستمر بيبقى فيها حاجتين، بيبقى فيها verb to be و ing، verb عليه ing. تمام، verb to be و ing. كلمة مستمر دي يعني أنا عندي حاجة من الاتنين، verb to be وإيه ing. حلو قوي. نتكلم بقى عن اضافه الاي ان جي، لان الاي ان جي دي بقى لها قواعد برضو واصول. تمام، هنا طبعا هقول لك اول مشكله هتقابلك لو الفعل او الفيرب بتاعي اخره حرف الاي. لو اخره حرف الاي زي مثلا كلمه لايك، هي كده كده لايك اصلا ما تاخدش اي ان جي، بس مثلا خلينا نقول زي كلمه فعل اخره حرف الاي زي كلمه سكور اللي احنا لسه بنجاوبها، اللي هو يسجل هدف او يحقق حاجه. فهنا اقول لك شيل الاي حط اي ان جي. يبقى بنعمل ايه في حرف الاي؟ بنحذف الاي. لو انا جاي احط اي ان جي للفعل اللي اخره حرف الاي بحذف الاي. اوكي. طيب تاني رول بقى بيقول لك لو انا عندي مثلا verb like hit، هو اخره حرف ساكن constant، ولكن في مشكله ان قبل الحرف الساكن في حرف متحرك، فبيقول لك احنا هنضبل الحرف الساكن ده وبعدين نحط اي ان جي. طيب another example، كلمة زي كلمة run، نفس الفكرة، عندي حرف ساكن اللي هو الان ماشي بس قبله يو،
فهدبل الحرف الساكن ده واحط اي ان جي. تمام. طيب هنا بقى انا هديكم معلومه مش اي حد يعرفها، دي معلومه فعلا صعبه. لو انا عندي فعل مثلا زي كلمه يكتب write، تمام، انا هنا لما اجي اشيل او احط اي ان جي انا بس هشيل الاي. طب الله، طب ما التي بقى قبلها اي وبعدها اي، المفروض يتعمل لها دبل. لا، ما بيتعملهاش دبل. يعني لو انت كتبتها بدبل تي هتبقى غلط. طب ليه يا ميس مي؟ ما احنا يعني حرف متحرك وحرف متحرك بضاعف اللي ما بينهم. لا مش هعمل كده. ليه مش هعمل كده يا بيتر؟ هقول لك يا بيتر على السر. عشان تضاعف الحرف الساكن لازم الصوت اللي قبله يكون صوت قصير او اسمه short vowel، مش long vowel، مش صوت طويل. ايه مش اسمها صوت القصير والصوت الطويل؟ هنا هقول لك حرف الاي له صوتين، اي واي. الصوت القصير بتاعه اي، بص قصير. الصوت الطويل اي. امتى بقول الصوت الطويل؟ لو عندي حرفين متحركين في نفس الكلمه زي رايت اخرها اي اهي، ادي حرف وادي حرف، حرفين متحركين، فعشان كده قلت اي. لكن هنا نطقته بالصوت القصير اي، زي حرف الاي كده بس مشدوده مكسوره شويه اي. تمام. وطبعا لو انا عندي صوت طويل نطقته اي، لما بتنطقوا زي اسمه اي كده يبقى ما بحطش الحرف الساكن متضاعف، ما بضاعفوش، مش هحط التي متضاعفه. تمام. عايز اقول لكم ان في ناس كبيره ما تعرفش الموضوع ده، ليه هنا ضاعفت التي وهنا ما ضاعفتش التي، حسب الصوت. وهنا اقول لك ارجع تاني شوف المحاضره بتاعه الصوتيات اللي انا هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو. المحاضره دي محاضره في الكورس التاسيسي الصيفي، مناسبه لكل الاعمار من اول ابتدائي لحد ما بعد التخرج. هتعلمك ازاي تقرا وتكتب، وامتى تحط دبل تي وامتى تحط تي واحده، والكلام ده كله بالتفصيل، وقتها كويس، وان شاء الله هتفرق في مستواك وتاسيسك جدا. تمام. طيب من قواعد برضو الاي ان جي، لو انا عندي كلمه زي كلمه لاي اخرها اي اي، قال عشان تحط الاي ان جي بتحذف الاي اي الاتنين مع بعض وتبدلهم بواي بعدين تحط اي ان جي. lying. تمام. يبقى لو انا مثلا جالي جمله زي كده he is وبعدين قال لي حط كلمه lie بالشكل الصحيح، هقول he is lying. هعمل ايه؟ هحذف الاي اي واحط اي واي وبعدين احط اي ان جي. يبقى بشيل الاي اي وبحط مكانها واي وبعدين بحط اي ان جي، زي كلمه يكذب. he's lying، هو بيكذب دلوقتي. تمام. كده خلصنا الدرس الاول. الدرس الاول present continuous، وطبعا قلت لك استخداماته امتى، وقلت لك ازاي تحط اي ان جي بطريقه صحيحه، وقلت لك ان هو له استخدامين، حاجه بتحصل دلوقتي او حاجه بتحصل بشكل مؤقت مره واحده. وقلت لك كمان التكوين بتاعه سواء في النفي والسؤال والاثبات. نبدا بقى ناخد الدرس الثاني اللي عندي كان and can't، القدره. تمام. تعالى ناخد الدرس الثاني بتاعنا. الدرس الثاني بيتكلم عن حاجه اسمها present ability. present يعني مضارع، a b v t، قدره في المضارع. لو انا قلت انا بقدر اعمل حاجه هقول I can ومعايا فعل في المصدر. لو انا ما بقدرش اعملها can't ومعايا فعل في المصدر. تمام. طيب ركز معايا، انا ممكن اقول علي او he، بدل كان اقول لك is able to. he is able to دي حته اضافيه من عندي. he is able to احط الفعل برضه في الانفينيتيف في المصدر بتساوي he can، حط الفعل في المصدر. he is able to drive، هو بيقدر يسوق، بتساوي he can drive. طب لو انا عايزه اقول هو ما بيقدرش يسوق هقول طبعا he isn't able to وبعدين بتساوي he can't. طيب يبقى انا كده بحط is able to؟ لا مش بنحط is able to، بنحط يا am يا is يا are مع able to عشان تديني معنى كلمة كان. طيب النفي بتاعها ايه؟ am بتبقى amn't، لا I'm not، is isn't، are aren't، ودول بيدوني المعنى بتاع كلمة can't. وطبعا كده كده بعدهم بحط infinitive.
he is able to I am able to they are able to ممكن اقول لك مثلا drive a car هنا I'm not able to drive a car هنا نفسها I can't drive أو I can drive كده الحمد لله اديتك الابيليتي كمان في البريزنت. يلا مع بعض دلوقتي نحل على الجرامر بتاع يونت 2 كلها، ده كل جرامر يونت 2 مش هناخد لسه 1 و 2 بس. يبقى كده يا شباب بقى ركزوا معايا، حل مع بعض في كتاب جيم. لو معاك اي كتاب عادي ركز معايا، انا هعرض لك السؤال هنا صفحه 76، اللي معاه جيم يفتح صفحه 76، اللي مش معاه عادي جدا يبص على البورد ويحل معايا. انت لو فهمت الافكار هنا هتقدر تحل معاصر، هتقدر تحل اي كتاب، اي مذكره عند اي مس او اي مستر. لازم تفهم الافكار اللي احنا هنقولها. اوكي، فيلا مع بعض دلوقتي نبدا كده مع بعض. بصوا كده معايا، رويان practices the piano every day. هو بيمارس البيانو كل يوم. practices ده present simple. طيب so he can beautiful songs now. قال لك كلمة now، هو دلوقتي بيقدر يعزف. يبقى يا ميس كان is playing، لا يا بابا، كان بيجي معاها الفعل في الانفينيتيف صح؟ ايوه، بس في now يا ميس مي، بس ملناش دعوة. كان عايزة فيرب في الانفينيتيف يبقى كان play. هو جاب now عشان يلخبطك. حلو؟ طيب عشان كده بقول لك ركز معايا في الافكار كلها واحده. Your grandmother baking cookies in the oven now. طبعا بيعمل سؤال، هل تيتا دلوقتي بتعمل بيكنج، بتخبز او بتعمل يعني كوكيز بسكوت في الفرن؟ اوفن يعني الفرن دلوقتي. طبعا grandmother بتاخد كلمه مين؟ is، وإز بتحط ايه للفعل؟ ing زي ما انتم شايفين كده. I like English but I speak it well. انا بحب الانجليش قوي، ولكن كلمة ولكن دي بتعبر عن تناقض. يعني ده شاطر ولكن كسول. الكوكيز حلوة ولكن باردة، يعني في تناقض. اوكي، فأنا بحب الانجليش ولكن I can't speak it well، مش بعرف اتكلمه كويس. At this moment، في اللحظة دي اللي احنا فيها دي، لينا her bicycle in the park. في اللحظة دي يبقى لينا is riding، بتركب العجلة بتاعتها في البارك. We come to the party tonight. We are very busy. احنا مش نيجي للحفلة النهاردة، ده احنا مشغولين جدا. يبقى we can't. مش ينفع اقول we aren't. بص يا حبيبي، aren't تمشي تمام، بس هي aren't بتعمل ايه؟ بتحط ing. هو هنا عليه ing؟ لا، يبقى هي we can't. طيب what is وليد in his notebook right now. عندك كلمة right now هي نفسها now أصلا، هي نفسها right now، هي نفسها now. يبقى is دي هتعمل ايه؟ تحط الفيرب ing. what is وليد writing. أنا مش بقول riding، أنا بقول writing أو writing. الانطقها تي، انطقها فلاب تي اللي هي زي بتاعت الأمريكان، بينطقوا التي دي شوية. مش بيقولوا water، بيقولوا water. writing مش writing. تمام، بس عادي writing برضو صح، مش غلط خالص. look اهي جنبها تعجب، يبقى حاجه بتحصل دلوقتي. يبقى ملك is drawing a beautiful picture of a flowers in her notebook right now. كمان قال لك right now، يعني عندك كلمتين هنا بيدلوا على am is or ing. ياسمين jump rope with her friends at school. jump دي عليها ing؟ لا، يبقى كان ياسمين jump rope. تمام، ما ينفعش اقول دو، هي ياسمين اصلا ضمير شي، الشي بياخد دو؟ لا طبعا. طب هاف، هي الشي بتاخد هاف؟ لا طبعا يا ميس، صح كده، برافو عليك. طب نبص بقى على correct. why ده بيعمل سؤال بالدبليو اتش، يبقى حط الاز دي الاول. why is ليلى wearing winter coat. ليه ليلى لابسه جاكيت شتوي في داخل المنزل؟ زياد is too young، هو صغير قوي. so he صغير قوي بيقدر يسوق عربيه باباه؟ لا طبعا، بالمنطق يا ميس too young يعني ما يقدرش، يبقى can't. look رنا طبعا is feeding. Reem's voice is beautiful so she can، طبعا can بيجي معاها sing. the teacher is، طبعا is هنعمل ايه؟ writing. اوعى تدبل التي عشان دي صوت طويل. writing ما بدبلش التي، طالما قلت اي اوعى تدبل التي. play the piano، طبعا كان الاول وبعدين اقول رشا. كان رشا play the piano. my little brother is not eating، isn't eating. what is وليد writing؟ تاني what is، ليه؟ عشان ده سؤال. what is وليد writing. طب يا ميس ينفع اقول what does وليد write؟ هقول لك بصي يا قلبي، هو بيسأل حاجة بتحصل امتى؟
دلوقتي، ووليد بيكتب ايه دلوقتي؟ Dina wears glasses to see clearly so she can't small letters now. دينا بتلبس نظارات عشان تشوف كويس، عشان كده she can read تقدر تقرأ. بسملة studies English every day so she get good marks. طبعا بتتذاكر كل يوم عشان تقدر can get good marks تجيب درجات كويسة ان شاء الله زيكم كده بإذن الله. كده يا جماعة خلصنا شرح الجرامر وحلينا عليه. طبعا انا هدي لك هوم ورك دلوقتي، هيتكتب لك في اخر الفيديو الهوم ورك بتاعك ايه، تابع لاخر الفيديو عشان تشوف الهوم ورك بتاعك ايه. وطبعا عايزه افكركم ان احنا معانا تيم مدرسين، مس هبه، عمر، انا كلنا موجودين على جروب الفيسبوك، جروب مور انجلش سوسايتي. سيب لك برضو اللينك بتاعه في الوصف. ولازم طبعا تدخل الجروب وتحط الهوم ورك بتاعك، تشارك معانا في المسابقات. في ناس كسبت 500 جنيه الاسبوع اللي فات، فاحنا عندنا كل اسبوع مسابقه عايزاكم تشاركوا يا اولى اعدادي. عايزه اشوف اولى اعدادي شاطرين. وطبعا ما تنسوش لايك اند شير الفيديو ده مع اصحابكم عشان نجيب ريتش اكتر، علشان نعمل لكم كونتنت ومسابقات اكتر. دلوقتي بقى يا جريد 7 يا اولى اعدادي يا شاطرين، هناخد مع بعض الفوكاب بتاعت ليسن 1 ليسن 2، وهناخد الريدنج بتاعهم وبعدين هنحل عليهم وبعدين هنخلص المحاضره بتاعتنا. طيب بصوا بقى ركزوا معايا، الوحده دي اصلا اسمها learning to learn. learning التعلم، learning to learn بنتعلم ازاي نتعلم، معناها ازاي نقدر نتعلم، ازاي نقدر مثلا نذاكر بطريقه صح، ازاي نقدر نحفظ الحاجه وما ننساهاش، ازاي اصلا نستفيد بالعلم اللي احنا بنتعلمه ده. learning to learn ده محتوى الليسون او اليونت بتاعتنا. طيب اول كلمه عندنا هي كلمه colorful. colorful معناها ملون، حاجه مليئه بالالوان. وخلي بالك الكلمه دي بتتكتب بطريقتين، ممكن نكتبها كده color او يو color، full f u l، اي حاجه فيها f u l في الاخر دي كده اسمها suffix يعني نهايه. النهايه السفكس دي لازم تبقى عارفها من دلوقتي، بتقول لك ان الكلمه دي صفه adjective. color لوحدها لون، colorful معناها شيء ملون او ساطع الالوان. تمام. طيب ايه اسمها كلمه color بتتكتب بطريقتين ازاي؟ ممكن اشيل اليو بتبقى colorful، لان كلمه color بتكتب كده وتكتب كده، الاثنين صح. الامريكانز بيلغوا اليو، والمنهج بتاعك امريكان عشان كده لغى اليو من كلمه color. طيب identify يتعرف على الشيء، identify عشان احفظ الكلمه لازم اقسمها I وبعدين then وبعدين t واخر حاجه phi. identify يتعرف على الشيء. تمام. وبعدين journey رحله، وتكون رحله طويله، لان انا عندي كلمه اسمها trip، والتريب دي رحله صغيره يوم واحد وراجعين زي رحله الاهرامات كده. بعدين عندنا كلمه auditory. يعني ايه auditory؟ بص اول حاجه تعرفها ان الاي يو تنطق يبقى دي وبعدين ري. auditory يعني سماعي. في طبعا هنا هنتكلم عن انواع المتعلمين، types of learner. learn يتعلم، learner المتعلم. عندنا متعلمين بيسمعوا بالودن، في متعلمين بيسمعوا بكنستاتيك يعني بيتعلموا بالحركه، في بيتعلموا بالعين visual learners. فعندنا طبعا انواع كتير من المتعلمين كلهم عندكم اهو. اول حاجه الاوديتوري learner، auditory بيتعلم عن طريق ان هو بيسمع، بيهير بالايرز طبعا ودان. طيب learner متعلم، learning style اسلوب التعلم، method دي طريقه او اسلوب method. طيب mind map الخرائط الذهنيه، neat منظم او انيق ده منظم، وorganize يعني ينظم. طيب الكلمه اللي بعدها كلمه kinesthetic. يعني ايه؟ او kinesthetic ممكن اقول زي الامريكان kinesthetic، او زي البريطانيين بينطقوا التي اللي في الاخر دي بيقولوا kinesthetic. تمام. هنتعلم ازاي نقسمها. اول حاجه اقول كيني وبعدين س وبعدين ساتك. تمام. يلا نقسمها مع بعض اهي، كيني وبعدين س واخر حاجه تك. كينستاتيك او كينستاتيك
كينيستاتيك، انا بنطق زي الامريكان فما بنطقش التي ما بنطقهاش، بقول كينيستاتيك. لكن انتوا ممكن تنطقوا زي البريتش عادي تقولوا كينيستاتيك. تاني كينيستاتيك، الاس سايلنت. تاني كينيستاتيك، الاس بتطلق على حرف لسانك تمام. كينيستاتيك او كينيستاتيك تمام. انت اهم حاجه الث دي صعبه شويه في النطق الكلمه دي. كينيستاتيك يعني ايه؟ كينيستاتيك او كينيستاتيك يعني حركي، حد بيتعلم عن طريق الموف، الحركه، الاطفال الحركيين. مايند طبعا فيجوال ده بصري، فيجوال تمام. تحفظ كما هي، دي سايت وورد. طيب يعني بيتعلم عن طريق الرؤيه او بالعين. answer بيرد او بيجاوب. arrange بيرتب. البادي اللغه. discuss يناقش. enjoy يستمتع. enjoyable الاي بي ال دي معناها شيء قابل للاستمتاع. enjoyable. example مثال. explanation شرح. passion الشغف، دي كلمة مهمة جدا. passion. happen يحدث. action الحركة. order الترتيب. particular كلمة particular يعني محدد. لو اقول لك in a particular order لازم نحفظ التعبير ده. in a particular. بص انا بعمل ايه؟ انا بكتب. اللي مش هينطق ويكتب مش هيحفظ يقول اعدادي. in a particular تتحدى نفسك دلوقتي واكتب لي كينيستاتيك. يعني ايه كينيستاتيك؟ حركي. طيب auditory يعني ايه؟ سماعي. فيجوال يعني ايه؟ مرئي، بيتعلم بالعين تمام. كينيستاتيك auditory and visual learners، دي انواع المتعلمين. الوحده دي حلوه للمدرسين اساسا، المدرسين المفروض دي يتعلموها. طيب نيجي بعد كده على فيزيكال، حاجه جسديه. prefer يفضل. خلي بالك prefer ممكن اقول معاها to وفعل في المصدر، يقول لك I prefer to read، وممكن كمان اقول I prefer reading، الاثنين صح مع prefer. طيب problem مشكله. real life الحياه sight البصر. طب يا ميس فيجوال معناها مرئي، لها علاقه بالبصر، حاجه بنشوفها. study space يعني مكان المذاكره. suit يناسب، بيقول لك يعني كل ستايل متعلم له طريقه المذاكره اللي بتسوت الستايل ده. suit يعني ايه؟ يناسب او يتلائم. touch يلمس. way يعني طريقه، زي method. طيب نيجي بقى هنا على الاكسبريشن at the front of، في مقدمه. طيب في حاجه اسمها in front of و at the front of. ايه الفرق؟ لو انا عندي القطار اهو، بقول لك انا نسيت شنطتي في مقدمه القطار، يبقى at the front of the train. طيب ايه in front of؟ لو انا عندي القطار اهو وانا نسيت شنطتي in front of the train يعني قصاد الترين، قصاده بره الترين اهي، شايف مش جوه الترين اصلا. in front of في المقابل، او قصاد، في مقابل او قصاد الحاجه تمام. يبقى في فرق ما بين at the front of اللي انا عاملاه ده، دي انا عكست الاثنين، دي at the front of ودي in front of. at the front of ودي in front of. طيب نرجع تاني، عندك كلمة away from بعيدا عن، away from related to لو علاقة، talk with يتكلم مع، with my hand بإيده، build models يعمل نماذج، do experiments بيعمل تجارب، do hands on activity دي مهمة. يعني ايه hands on activity؟ يعني حاجة بتتعمل بالإيد، hands on activity نشاط بيتعمل بالإيد. طيب learn best يتعلم بشكل أفضل، make maps أو make chart بيعمل خرائط ذهنية أو لوح، repeat أو say out loud يعني بيتكلم بصوت عالي، ده auditory اللي هو بيسمع أو بيتعلم بالسماع، لازم هو بيذاكر يبقى بيتكلم بصوت عالي، وده اللي أنا بقوله لكم، لازم لما تيجي تحفظ كلمات تنطقها.
وعندك take short breaks يعني بياخد بريكات صغيره. ده الكانستريك ليه؟ لان هو حركي ما يعرفش يقعد كتير، لازم كل شويه ياخد استراحه، بياخد short breaks. طبعا نيجي الافعال غير منتظمه، عندك draw drew drawn belt 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 here heard heard let put say said sit sat understood. كده قرأنا الأفعال دي، لازم تحفظها طبعا كلها. عايز أقول لكم إن في ناس في ثالثة ثانوي مش حافظة الأفعال دي، عادي والله، بيبقوا مش متأسسين للأسف، واحنا جايين بقى عشان إيه؟ نحل المشكلة دي مع بعض. is a way of doing something in a planned organized manner، طريقة بعمل بيها حاجة مخططة ومنظمة، دي method، دي رقم 1. method طريقة منظمة مش طريقة همجية. 2 I like to aim my books by color on the shelf، أنا بحب أرتب الكتب arrange، بحب أرتب الكتب باللون على الرف. The students worked in groups to aim models of animals، الطلبة عملت في جروبات عشان models of animals نماذج الحيوانات to build models بيبنوا نماذج. We watched a video related our science lesson related to، كلمة related to يعني له علاقة به. طبعا هنا هناخد شوية تريكات كده على الجرامر. عندك كلمة every لازم يجي معاها اسم مفرد every boy، وبيقول ما تتخدعش في ان every boy كل الولاد، صح؟ هي معناها كل ولد مش كل الأولاد. هنا بيقول لك لازم يجي بعدها فعل مفرد، يعني every boy is أو every boy has أو every boy does أو every boy goes. بتعامل مع الفعل كأني شايف بالظبط كلمة هي أو شي أو it. تمام؟ ليه؟ every مع اسم مفرد بنحط معاها فعل مفرد، لازم الحتة دي تكون حاططها في دماغك وفاهمها كويس قوي. وباي طبعا مع ing يعني عن طريق، كلمة باي معناها عن طريق أو بواسطة دي بيجي بعدها ing، أي حرف جر كده بيجي معاه ing. تمام؟ طيب ناخد بقى دلوقتي vocab lesson كام؟ I think that's lesson 1 and 2 اللي احنا قريناه أصلا. طيب تعالوا نقارن ما بين المتعلمين. أول حاجة المتعلم الفيجوال المرئي، بيتعلم بالعين. learn best by seeing عن طريق ان هو بيرى. like to read books ماشي، و look at pictures بيحب يشوف الصور، بيحب colorful notes يحب يعمل ملاحظات كده ويستخدم ألوان عشان تثبت في دماغه. often create maps and charts بيعمل لوح وخرائط ذهنية. طيب بيحتاج ايه بقى؟ بيحتاج يشوف الانفورميشن يسي، ولازم تكون فيجوال مرئيه بالنسبه له. الماتيريال البوكس او البيكتشرز او اللوح دي حاجه او الحاجات الملونه بتخليه يبقى مركز. طب auditory learner اللي هو السماعي، بيتعلم عن طريق السمع، بيحب يسمع موسيقى، بيحب يغني الدرس مثلا. بيستمتع مثلا بمناقشه الكلام مع الاخرين، يعني يتعلم درس لازم يروح يتكلم عنه فبيحب يسمع. بيحب ان هو يكرر له المعلومات بصوت عالي عشان يفتكرها، هو لازم هو بيذاكر يعلي صوته عشان يفتكر. فبيقول لك هو محتاج يسمع الشرح ومحتاج يتكلم ويعيد الشرح ومحتاج يسمع lessons or music، وهو بيذاكر يسمع موسيقى او يقعد يسمع الدرس بطريقه auditory يعني مسموعه. kinesthetic learner يعني المتعلم الحركي، بيحب الموفينج والتاتشنج الحركه واللمس، بيعمل experiments وبيبيلد models بيعمل تجارب وبيبني نماذج. need to take breaks عشان يموف، عايز استراحات يتحرك فيها. often use their hands وعادة بيستخدم ايده. بيعمل الهاندز on activity بيحب الأنشطة اللي فيها ايد. بيحب يبني حاجات وبيحب يجرب تجارب experiment، وبيحب يتحرك وهو بيتعلم move. يلا شباب دلوقتي ناخد الريدنج بتاع lesson 1 and lesson 2. طبعا الريدنج هنا بيتكلم برضو عن انواع التعليم وانواع المتعلمين، فالريدنج ده هيفيدكم كتير. كمان هنسمع فيه انجلش، لازم نسمع انجلش يا شباب، لازم نعمل listening ولازم نتعلم ازاي نقرأ صح وازاي كمان نراجع الفوكاب بتاعتنا عشان تثبت عندنا، لان الفوكاب اصعب حاجة في المنهج بتاعكم. different ways people learn، الطرق المختلفة. ways زي كلمة methods
بس الميثود بتبقى طريقة منظمة، الواي طريقة وخلاص. الطرق اللي الناس بتتعلم بيها، طبعا عندنا ناس بتتعلم بالكتابة زي دي، ناس بتتعلم بالاستماع، ناس بتتعلم بالحركات زي ده بيعمل hands on activity أو أنشطة باليد. يلا نقرأ مع بعض. Every person learns differently. كل شخص بيتعلم بطريقة مختلفة. خلي بالك احنا قلنا every زائد اسم مفرد بيتحط معاها فعل مفرد. learns مش بقولها learns، بقولها learns differently بطريقة مختلفة. Some people learn best by seeing information. بعض الناس بتتعلم أفضل حاجة عن طريق اللي هما بيشوفوا. These are visual learners. دول المتعلمين السماعيين المرئيين اللي بيحبوا الرؤية يعني. They like to read books, look at pictures and use colorful notes. بيحبوا يقروا الكتب، يبصوا على صور ويستخدموا النوتس أو الملاحظات الملونة. Visual learners often make maps and charts. بيعملوا maps and charts لوح وخرائط ذهنية to organize information عشان ينظموا المعلومات. Other people learn best by hearing information. آخرين بيتعلموا أفضل عن طريق السماع. These are auditory learners. دول المتعلمين السماعيين. Auditory. They like to listen to music. بيحبوا يسمعوا الموسيقى while studying وما بيذاكروا. Discuss topics with friends. بيناقشوا discuss يعني ناقش المواضيع مع friends. مش بقول friends، بقول friends. And hear explanations وبيسمعوا الشرح from teachers من المدرسين. Auditory learners often repeat information. المتعلمين السمعيين عادة بيقعدوا يكرروا المعلومات out loud to remember it. كلمة out loud يعني بصوت عالي عشان يفتكروها. Some people learn best by moving and touching. الناس بتتعلم أفضل عن طريق الحركة واللمس. These are kinesthetic learners أو kinesthetic learners. نطقتيها ما تنطقهاش، أنا مش متعودة أنطقها بصراحة، بقول kinesthetic. They like to do experiments. بيحبوا يعملوا التجارب. build models ويعملوا النماذج. and خلي بالك build بتيجي مع ايه؟ مع models زي and take breaks to move around. بياخدوا بريكات عشان يتحركوا. kinesthetic learners often use their hands to help them think. بيستخدموا ايديهم عشان يفكروا اي حاجة بيحبوها يعملوها بايديهم. Understanding your learning style helps you study better. لما تفهم نظامك في المذاكرة أو ستايلك بتذاكر أحسن. When you know how you learn best. لما بتعرف بتذاكر أحسن إزاي. You can choose the right method for yourself. بتستخدم الطريقة الأحسن لنفسك. This makes learning easier and more enjoyable. وده بيخلي التعليم أسهل وممتع أكتر. enjoyable. كده نرجع للليسون بتاعنا. كده خلصنا الريدنج، ودلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنحل على الليسون بتاعنا عشان نثبت المعلومة. طبعا احنا اتعلمنا عن انواع المتعلمين، قلنا اللي هو كاينستاتيك بيحب يتحرك، او كاينستاتيك تك عادي مش لازم اقولها زي امريكان، و auditory يعني بيحب يسمع، و visual بيحب يشوف الحاجة. طيب نبص كده. reading funny stories before bedtime is and help children sleep better. دي حاجة ايه؟ ممتعة وبتخلي الأطفال يناموا أفضل، مش حاجة منظمة أو أنيقة ولا استماعية ولا جسدية. Young children learn better when they. الأطفال الصغيرين بيتعلموا أفضل لما بيعملوا ايه؟ hands on activity. لما بيعملوا أنشطة يبقى do. كلمة activity لازم يجي معاها do، ما يجيش معاها make أبدا، ولا hear ولا smell. النشاط بيجي معاه do بس. This activity is auditory. الأكتيفيتي دي سماعية. It's related to hearing عشان بتسمع، مش أكيد touching اللمس ولا الشم ولا الرؤية. سلمى draws colorful ايه to help her remember all the parts of the story. سلمى بترسم ايه؟ ملون عشان تفتكر كل أجزاء القصة. بترسم colorful mind maps خرائط ذهنية عشان تجمع القصة مع بعضها كده، عشان هي بتحب ترسم يبقى هي أكيد متعلمة من إن هو visual مرئية. 2A is to arrange something in a particular order or system. بيرتب حاجة بطريقة in a particular order. أنا قلت لك لازم تحفظها بترتيب معين، تمام؟ يبقى organize بينظم، مش بيحفظ ولا يتعرف على ولا يدرك. حسن prefers books with lots of picture. الكتب اللي فيها صور كتير يبقى اسمها كتب visual.
مش بيحب الكتب الاوديتوري. ليه؟ عشان بيبقى فيها سماع، ولا الصامته ولا الاورال يعني شفوي البق كده. طيب نور prefers stories in the radio because she likes to listen while she draws. بتحب تعمل ايه في القصص على الراديو؟ عشان بتحب تسمع وهي بترسم. listen يبقى هي بتحب الاوديتوري مش الفيديو ولا الكانستاتيك ولا الفيجوال. That bird only comes to our garden in early morning. That particular bird الطائر المحدد ده بالذات بيجي للجاردن بتاعتنا في الصباح الباكر فقط، مش الطائر الجسدي ولا الطائر المتحرك ولا الطائر البرايفت. Let's the chair in a circle so everyone can see each other. يلا نرتب الكراسي في دايرة عشان كلنا نشوف بعض، يبقى arrange. مش نناقش الكراسي ولا نظهر الكراسي ولا يحدث الكراسي. The teacher showed us a new way for solving difficult math problems quickly. المدرس ورانا طريقة جديدة عشان نحل مسائل الماث بسرعة، يبقى a new method طريقة، مش تعبير ولا مشكلة ولا رحلة. Life is a long way where we learn something new every day. الحياة رحلة طويلة بنتعلم فيها حاجة كل يوم، a long journey عشان دي رحلة طويلة. هنحل مع بعض السؤال بتاع الريدنج ده. نور is a visual learner، هي متعلمة مرئية. She likes to use a neat notebook، بتحب الكراسة تبقى منظمة. With colorful drawings، بقى برسومات ملونة colorful drawings. يبقى هحط كلمة colorful امسحها من هنا. When she sees charts or minds، لما بتشوف لوح أو mind map خرائط ذهنية. She remembers things better، بتتذكر الأشياء بطريقة أفضل. Her teacher helps her organize her ideas، المدرس بيساعدها ترتب أفكارها. نور says this method، نور بتقول إن الطريقة دي suits her، بتناسبها. suits يعني بتناسب. ليه بقى؟ study in order، بتخليها تتعلم مناسبة ليها تتعلم بنظام. She enjoys sitting at the front of the class to see everything clearly، بتحب تقعد في مقدمة الفصل at the front of مش in front of عشان تشوف كل شيء بوضوح. تمام؟ طب يعني ايه in front of؟ في مقابل الفصل. طبعا كده يا جماعة هسيب لكم الصفحات بتاعت الهومورك، منها الصفحة دي هتبقى هومورك صفحة 62، والهومورك دلوقتي هيتكتب لكم في آخر الفيديو. تمام؟ اللي هو دلوقتي حالا. اتمنى ان انتوا تعرفوا ان الكلمات اللي عندكم مش سهلة. الكلمات دي لازم تتراجع على الاقل 3 مرات في الاسبوع، لازم تبص عليها زي الفيجوال ليرنر، لازم تقراها زي الاوديتوري ليرنر الشخص الاستماعي، ولازم كمان تتحرك وانت ماسك الكتاب زي الشخص المتحرك، ولازم تفتح الكتاب ده 3 مرات في الاسبوع او مرتين عشان الكلمات دي صعبه تحفظها. لو قعدت قاعده واحده عليها مش هتتحفظ، مستحيل تتحفظ. لازم تذاكرها مره، يعني نقول مثلا سبت وبعدين 2 و4، تذاكرها 3 ايام في الاسبوع ومش هتاخد منك وقت. لكن لو قعدت مره واحده هتاخد وقت كتير وهتلاقي نفسك ناسي وبتكره الانجليش، وده احنا مش عايزينه. انا بربيك على طريقه التعليم الصح، learning how to learn، بعلمك ازاي تذاكر صح. تمام؟ فاشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اعملوا الهوم ورك اللي هيظهر على الشاشه، ودونت فورجيت تو لايك اند شير اند سبسكرايب يا اولى اعدادي، ووروني مجهودكم على جروب الفيسبوك. انا طالبه تلخصوا لي الجرامر بتاع الحصه دي، وتعملوا لي 3 باراجرافات تتحدثوا عن انواع المتعلمين، الكاينستاتيك والاوديتوري والفيجوال. هقول لك مش لازم تعمل لي باراجراف كامل، قول لي الكاينستاتيك يعني اوصفه لي بيتعلم ازاي، والفيجوال بيتعلم ازاي، والاوديتوري بيتعلم ازاي اللي هو الاستماعي. طبعا انا محتاجه اشوف كلمات من اللي احنا لسه واخدينها في وصف كل واحد من انواع المتعلمين دول. مستنيه اشوف شغلكم على الفيسبوك. افضل متسابق يا جماعه يكسب معانا جائزه الاسبوع. ويلا اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. يلا باي باي.